السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة طبخ وحلويات أمنية. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. في الفيديو تاع اليوم إن شاء الله رايحين نواصلوا في حلويات عيد الفطر. جبت لكم وصفة أكثر من رائعة، ما كاش اللي ما يحبهاش، اللي هو غاتو كيندر بوينو بكريمة البوينو والبندق. من أروع الوصفات اللي ممكن أنكم تجربوها، بزاف بنينة. هذا هو الشكل تاع الغاتو تاعنا لنهار اليوم. شوفوا الله يبارك، يعني الشكل تاعو ما شاء الله، وكذلك اللون تاعو. بلا ما نساو الذوق، راكو عارفين يعني الكريمه البوينو بزاف بنينه. البنات هاد الكاطو كنا نديروه من قبل لكن بكريمات يعني مختلفه، ولكن هاد المره جبتها لكم بكريمه يعني ما كاش اللي ما راش يعرفها، اللي هي كريمه المورجان او كريمه البوينو. رايحه تكون مناسبه اكثر بما انه راها شبيهه بالكيندر. وهذا هو البنات الشكل الثاني، جاي على شكل بيراميد، وهذاك الشكل يعني درتو على شكل بابلز. يعني نتوما ديروا الشكل الاول بالمول اللي راه متوفر عندكم. والان رايحه نقسم لكم حبه باش تشوفوا يعني الشكل تاعها كيفاش يكون من الداخل بهذيك الكريمه وكذلك النوازات. من اروع ما يكون البنات، صدقوني راها من اروع الوصفات. ماذا بكم تجربوها، اكيد ان شاء الله رايحه تعجبكم. شوفوا الله يبارك، يعني حتى المبتدئات يقدروا يديروها، راها حاجه سهله يعني مش ما فيهاش تعقيدات. ولا دوك تشوفوا معايا الطريقه. قبل ما نبدا البنات في الفيديو تاع اليوم، نذكركم نقول لكم اللي ما راش مشترك يشترك ويفعل الجرس هكا باش يوصلكم جديد الوصفات. وكذلك لا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم تبارطاجيوها باش تعم الفائده، خصوصا رانا مقبلين على عيد الفطر. فيعني كاين ناس بزاف تحب يعني هاد الوصفات. وما تبخلونيش بالبارطاج واللايك اكيد الى عجبتكم لا فيديو. وان شاء الله في هذا الفيديو راح نعطيكم يعني البديل نتاع كريمه المورجان. يعني اللي ما عندهاش تقدر دير يعني هاد الكريمات اللي رايحه نقول لكم عليها. بلا ما نطول عليكم نمروا الان للوصفه تاعنا. بسم الله. هنا البنات نحتاجوا هاد ليمول تاع سيليكون، وهذا تاع الشوكولا، هذاك نصف دائره، وكذلك هذا اللي على شكل بيراميد عفوا. انتم خدموا باللي راه متوفر عندكم. وهنا ندوبوا الشوكولا البيضاء بدون اي اضافات، وندهنوا المول. يعني ديروا البنات طبقتين حتى لثلاثه هكا باش تجي شاده روحها. انا هنايا درت طبقتين يعني كتكافيه. وهنا ودخلوها البنات الكونجيلاتور في كل مرحله حتى يعني حتى تجمد. هنا البنات بعد ما جمدت جبت كريمه المورجان او كريمه البوينو، ورايحه ندير كميه مليحه. البنات ما ديروش شويه، ديروا كميه مليحه باش كي تاكلوا يعني تحسوا بها، وفي نفس الوقت يعني ماشي حتى تسيح لكم من المول. ورايحه ندير كذلك حبه نتاع البندق، لازم البنات يكون محمص هكا باش يعطيكم ذوق بزاف شباب. وكذلك البنات الا يعني كانت الحبه كبيره ماذا بكم ديروا نصف الحبه فقط هكا باش ما تجيكمش حبه طالعه وحبه هابطه كي تكونوا تزينوا يعني في الكاطو. وهنا كي تكملوا البنات غلفوها بالشوكولا البيضاء هكا باش ما تسيحش معنا الكريمه، ودخلوها كذلك الكونجيلاتور حتى تجمد وخليوها على جنب. هنا نمروا نحضروا لا بات سابلي. عندنا هنا 125 غرام تاع الزبده، ضفت لها هنا 3 مغارف كبار نتاع سكر الناعم، ونضيفوا رشه ولا كميه قليله من لافاني. وكذلك البنات رايحه نضيف هنا صفار بيضه، ونخلط كامل المكونات مع بعض من هذا الشكل حتى نحصلوا على كريمه، ونضيفوا باقي المكونات. هنا البنات رايحه كذلك نضيف مغرف كبيره نتاع الكاكاو، سواء نستعملوا الكاكاو البني ولا الاسود، المهم تكون نوعيه جيده. وكذلك البنات رايحه نضيف 3 مغارف نتاع مايزينا او نشاء الذره، ونخلطوا كامل المكونات مع بعض. البنات هاد لاباط او هاد لاباط صابلي ما رايحاش نديروا فيها الخميره الكيميائيه. وهنا نبقاو كذلك بعد ما نخلطوها نضيفوا الفرينه بالتدريج هكا البنات كيما نقول لكم، يعني ما تضيفوهاش على ضربه، يعني شويه بشويه هكا باش ما تشقق لكمش ولا تجيكم يابسه. وبالنسبه كذلك يعني هاد نصائح راهم للمبتدئات اكيد. وكذلك البنات كي تخلطوا هنا لاباط يعني ما تعجنوهاش فقط بأطراف الأصابع. هذا هو البنات من هذا الشكل راح نضيف بالتدريج حتى نتحصل يعني على بات صابلي. البنات هنايا رايحه نسرحها يعني في كيس بلاستيكي. احسن ما ترشوا الفرينه هكا باش ما تقصحش معاكم، الاحسن استعملوها ككيس بلاستيكي. ورايحه نرشمها بهذا الطابع كما اللي قلت لكم على شكل مستطيل. وبالنسبه للسمك دوك تشوفوه معايا، يعني ما ترقوش لاباط بزاف وما تغلضوهاش بزاف، يكون موايا
ونديروها في بلا هكا كيكون مرشوش بالفرينه، وندخلوهم للفرن على 180 درجه يطيبوا من الاسفل فقط، حاولوا ما طيبوهمش بزاف. هذا هو شكل بعد ما ديموليتهم، يعني هذوك على شكل نصف دائره وعلى شكل بيراميد. هنا البنات رايحه نحي هذوك الزوائد نتاع الشوكولا، وهذا هو الصابلي تاعنا بعد ما طاب. وهنا بالنسبه للكلاصاج استعملت شوكولا بالحليب وضفت لها عفوا شوكولا بيضاء، وضفت لها شوكولا بالحليب باش نتحصل على اللون يكون قريب من الكريمه تاع البوينو. البنات هنا نتوما تحكموا فيه، يعني الا بغيتوه كلار على هاك ولا كيما هاك ولا فونسي على هاك، يعني ترجع لكم على ترجع للشوكولا تاع الحليب شحال درتو. المهم نتوما تحكموا في اللون. كيما شفتوا هنايا جبت حبه نتاع صابلي ودرت هذوك 3 تاع نصف دائره في الحبه، وكذلك ريحه بالنسبه للبيراميد كذلك ريحه نديروا نفس الشيء، ندير 2 حبات فقط لانه البيراميد شويه كبير. وهنا بعد ما قلاصيت الحبات وجمدوا معايا ذوبت شوكولا بالحليب وراني نشكل هكا خطوط. شوف الله يبارك جات ما شاء الله. وكان لمسه اخيره ضفت لهم لا فايدور. هنا بالنسبه للشوكولا بالحليب البنات ديروها يعني كي ديروا الخطوط ديروها بالشوكولا بالحليب، ما ديروش الشوكولا السوداء، يعني بالحليب رايحه تعطيكم يعني هكا لون شباب ومنظر يعني شباب بشكل مليح. هذا هو البنات، شوفوا الله يبارك جات ما شاء الله اللون تاع حاجه بزاف شباب وبلا ما نساو لوغو. وهذا هو على شكل بيراميد كذلك يعني زينت بنفس الطريقه. هذا هو البنات. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، وان شاء الله تجربوها، راها ناجحه سهله يعني ما فيهاش هكا تعقيدات ولا اي واحد قادر يديرها. هذه هي البنات رايحه كذلك في نهايه الفيديو رايحه نقسم لكم هكا باش تحمسوا باش تجربوا الوصفه. كما نقول لكم دائما يعني نقسم لكم حبه في بدايه الفيديو وكذلك في النهايه. شوفوا الله يبارك يعني هذيك الكريمه تاع البوينو مع لي نوازات جاو ما شاء الله. كما قلت لكم البنات لي نوازات لازم تحمصوهم هكا باش يعطيوكم ذوق شباب، ما ديروهمش هكاك خضر رايحه يعطيكم مذاق ماشي شباب. هذه هي البنات مع هذاك القرمشه اللي في الصابلي، يعني هذا الكاطو قد ما نشكر لكم فيه قليل. وهنا كما قلت لكم في بدايه الفيديو يعني باش تعوضوا كريمه المرجان اللي ما عندهاش، هنا البنات كي تذوبوا الشوكولا البيضاء كي تجمد لكم الشوكولا البيضاء ديروا شوكولا طاقتيني كذلك ديروها تجمد، ومن بعد جيبوا طوفيه كراميل ديروا كميه من طوفيه كراميل وحبه نتاع بندق تكون محمصه وغلفوا كامل بالشوكولا البيضاء. هذه هي البنات بالنسبه اللي ما عندهاش المرجان. وصلنا الى نهايه الفيديو، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.